الناس دي ما عندهاش حاجه اسمها في احتفاليه او في مباراه وديه او مباراه رسميه. الناس دي ما عندهاش الكلام ده. لا عندها. الناس دي لا الناس دي عندها ده شغل احتراف. انت خلي بالك، ريال مدريد خسر 1-0 النادي الاهلي في الجيل الذهبي لريال مدريد، الجيل المرعب لريال مدريد. طبعا الجيل اللي كسر اوروبا روبرتو بقياده زين كارلوس الدين ورونالدو زيدان. وزيدان ولويس فالاهلي فيجو وبيكام الجيل المرعب لريال مدريد. الاهلي كسب ريال مدريد في 2001. انا قبل اتمنى ان لعيبه 21 الاهلي سنة. تاخد الماتش بجديه، تاخد يا ريت ما تعملش زي ما كانوا بيلعبوا بايرن ميونخ وفضلوا كلهم يدافعوا، حتى كان الحارس بتاعهم بيطلع يلعب معاهم. انا اتمنى النادي الاهلي مش قليل في افريقيا، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي بطل افريقيا، فالمفروض يلعب بالاسم دوت. انا كزملكاوي اهو هشجع النادي الاهلي. لغايه دلوقتي انت شايف الاهلي ازاي؟ انا شايف ان الاهلي يقدر مش عيب يشيل ولا غلط. البطولة. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، واحنا في المغرب سوري، لما كانت المغرب بتلعب في كاس العالم كان كل الناس بتحلم معاها وحلمت، والحلم ده بقى واقع وبقى حقيقه، وصلت للمربع صحيح الذهبي. صحيح. احنا العرب مش اقل من مش اقل من اي حد، واحنا في افريقيا مش اقل من اي حد. الاهلي قدر ان هو يطمس الفكره. يعني احنا كان عندنا الراجل رئيس لجنه الحكام الانجليزي جلاتنبرج، كان سوق شكلنا شويه باللي حصل معاه، وراجل مش هنقول مذنب او مش مذنب، ولكن في الاخير راجل ليه حق، وكان شكلنا بقى وحش. انا شايف النادي الاهلي قدر يعني بسرعه جدا انه يطمس ده ويفرض شكل جديد. حتى الصحافه ما العالميه نتحملش بتتكلم. على الحته بتاع كلاتنبرج ان هو سوق سمعتنا، ما هو برضه هم عندهم يعني ما فيش دوله، ما فيش مكان معصوم من الغلط، ما هم برضه عندهم اخطاء. يعني احنا الدنيا ما ساقتش بس مش هو برضه ده نقدر موضوعي. نقول ان الاهلي فعلا مفرحنا غير الشكل وبسطنا. خالص طبعا غير وفرح الشكل. الجمهور انت المصري كفايه الجمهور ان العربي. طبعا كفايه ان اسمك بيتذكر في كل بلاد العالم طب دلوقتي. ديلبوسكي قال تصاريح في غايه الخطوره. ممكن تعرضوا لنا يا استاذه جيهان ديلبوسكي المدير الفني الاسبق للريال مدريد قال ايه؟ يعني وتقريبا كان قال التصريح تصريحين، ان هو الاهلي يستحق الفوز يعني، ويستحق وقبليها الصعود. قال ان الاهلي في 2001 كان يستحق الفوز على ريال مدريد. ودي حقيقة، ما هو أنا قلت كمدير فني لريال لحضرتك مدريد. يعني المطوشة الودية ليها وجه آخر، يعني الريال مدريد أكيد ليه وش تاني إحنا هنشوفه في اهو الراجل المطوشة بيقول الرسمية. يعني بيقول اهو ديلبوسكي بيقول ده كان مدير الفني في 2001 ريال ده كان مدريد. ساعتها أعظم مدير فني تقريبا اعظم مدير فني في الارض في كمان. الأرض. قال ان الاهلي كان يستحق الفوز على ريال مدريد 1-0 في 2001، ورجع النهارده قال شاهدت مباراه الاهلي والاهلي قادر. وأنا بقول شايف الأهلي ده قادر، ازاي؟ وأنا من واحد زملكاوي وشايف إن إن الأهلي قادر، الأهلي طيب حقيقي قادر. تيجي نقارن ريال مدريد 2001 بريال مدريد دلوقتي. نقارن، بس انا عندي دلوقتي غيابات. بس ريال مدريد دلوقتي عنده بتاع 9 غيابات. انا عندي غيابات في الريال تقريبا. العناصر الاساسيه في الريال عشان كده يا استاذ طارق كريم بنزيما. عشان كده بقول ان الاهلي فرصته حلوه. ليه احنا نخاف من ريال مدريد؟ ايه المشكله ان احنا نكسب ريال مدريد؟ انت كسبته قبل كده بالفعل. لا نكسبه في ماتش رسمي، ايه المشكله؟ ما نعملش زي بايرن ميونخ البطوله اللي قبل اللي فاتت وكان الاهلي كله الفرقه كلها كانت بتدافع يعني. انت عندك هازارد وعندك بنزينا وعندك ميليتاو وعندك لوكاس فاكزين وعندك وجروتال فرناندو حارس المرمى. مندي وعندك حارس المرمى وقع النهارده في التسخين الاحماء. فالاهلي قدامه فرصه هايله جدا. خليني اقول لك على حاجه. ممكن النهائي يبقى عربي. النهائي اتمنى يعني ممكن نلاقي الهلال. هو احنا كنا بنحلم ساعه المغرب في كاس العالم ان احنا ما فيش ولا فرقه عربيه تقريبا راحت المربع الذهبي، والمغرب راح وكنا كلنا بنشجعه. شايف ده العصر الذهبي للكره العربيه؟ يعني لسه من شهرين في قطر المغرب رفع راس الكره احنا العربيه عندنا في العالم. طبعا، واحنا النادي عندنا الاهلي النهارده بيستكمل استاذ مسيره. طارق احنا عندنا لعيبه في الدوري المصري اغلى من لعيبه في اوروبا في الدرجه الاولى. اغلى. انا واحد عشت في اوروبا 15 سنه، بقول لحضرتك ان احنا عندنا لعيبه هنا هوت في الدوري المصري اغلى بكتير من لعيبه في الدوري الايطالي. مش هقول لك بقى يعني انا مش هقول لك الناس اللي على القمه، بس ال 14 وال 15 وال 16 الترتيبات ديت احنا عندنا لعيبه اغلى منها اغلى بكتير. قيمه تسويقيه. قيمه تسويقيه في مصر. طبعا. اجانب ولا مصريين؟ مصريين واجانب. انت حسين الشحات لما الاهلي جابه بكام؟ 140 مليون. رقم كبير. ساعتها لما تحوله للدولار مش هيبقى رقم. لما تحوله باليورو كان ساعتها كان يعمل حوالي 6-7 مليون يورو. ده رقم اعتقد بياخده لاعب خط وسط في الدوري الايطالي في الفرق اللي تحت.
يعني انت شايف ان وانا بقول لك دي حاجات انا لمستها. انا عشت في ايطاليا 10 سنين وعشت في اوروبا بالاجمال 15 سنه، ودوت انا متاكد منه. يعني في حاله تعافي للدوري المصري، تقصد الكره المصريه الكره المصريه في كره حاله حلوه، اه تعافي طبعا، مثلا؟ اه طبعا، والدوري المصري من اجمل الدوريات. احنا بس متشاف بره؟ اتفضل. متشاف بره؟ يعني انت لا، عشت في هو عايز يتسوق بره. عايز يتسوق طبعا لازم ان هو يتسوق بره. بالتالي محمد صلاح وخروج محمد صلاح والعالم كله بيهتف بصلاح، وعالم مصر في كل حته بسبب صلاح. بالتالي الدنيا دي احنا عديناها شويه. محمد صلاح شافنا لما قوي يعني. احترف غير فكره الغرب كلهم عننا، اذا كان احترافه في بازل السويسري، ولا اذا كان احترافه في ايطاليا في نادي روما، او اذا كان احترافه في انجلترا. فهو غير فكره المشجع بتاع الغرب عن المصريين، او طريقه المصريين، او مين هم المصريين. في فاعتقد الكوره طبعا في الكوره. ممكن النهائي يبقى الاهلي والهلال مثلا؟ اتمنى اتمنى ممكن. طبعا، يعني اتمنى وان شاء الله. ما فيش حاجه، ما انا بقول لحضرتك المغرب يعني ده ابسط مثل. بس يعني لو لعيبه الاهلي ما خافوش زي ماتش بايرن ميونخ، كان كاس العالم الموسم اللي قبل اللي فات، وكانت لعيبه الاهلي كلها خايفه. ليه دي لعيبه زيها زيك، اعتقد كولر واللعيبه دي والفرق دي بتيجي تاخد من عندك. محمد صلاح ما طالع من المقاولين العرب، انت لعيب زيك زيه، ما صحيح. تخافش. لان صلاح والنني كتير، اسماء كتير لو قعدنا نقول. وميدو وناس كتيره قوي طبعا. بس اعتقد ان كولر يعني الراجل حافظ قوي القماشه بتاعته، وحافظ قماشه الغير. يعني عمل امبارح 3 تغييرات في وقت واحد قلبوا شكل هو شكل الاهلي الأداء كله. الاهلي ما جاش الماتش الاولاني. الشوط الاولاني الاهلي الشوط الثاني حاجه تانية، بتغيير كولر، حاجه تانية، 3 تغييرات مكسر اللي كل في وقت المقاييس واحد. الشكل الاهلي اتغير، الناحيه الشمال تماما. اشتغلت وبالذات بشكل مرعب. قفشه كمان غير حاجات. قفشه كانوا بيقولوا ان هم عايزين يمشوه من حوالي شهر ولا حاجه، قفشه تقريبا نزل غير الماتش كله. قفشه هم وعبد الثلاث القادر. تغييرات يعني طبعا رمى كويسين. ناحيه الشمال 3 تغييرات خلوا الشمال يشتغل بشكل قوي جدا. الشمال واليمين، وكانت هجمات من كل حته. هو الثلاث تغييرات بصراحه كانوا كويسين. محاصر على راي احمد شوبير، الكابتن احمد شوبير قال حاصر الفريق الامريكي في قلب ملعبه، فكان اي ردة فعل تبقى لصالح مش قفشه زي ما عايزين حصل. دوت يبقى مقياس، واللعيبه تسمع ان دوت مقياس ان انت خلاص كده هو تخش بقلب ميت على ريال مدريد، يلعبوا يتأنوا، وان شاء الله يعني الفوز هيكون من نصيبهم ان شاء الله يعني. اشكرك الناقد الرياضي الكبير صديقنا الاستاذ مينا يونان، الزملكاوي بالمناسبه، ولكنه النهارده بيتكلم كوره، بيتكلم في صالح مصر، بيتكلم مصري بالبلدي. ان احنا دلوقتي كلنا ورا النادي الاهلي، اسماعيلاوي، زملكاوي، اتحداوي، كلنا ورا النادي الاهلي بالمناسبه. والدول كمان العربيه كمان بترفع اعلام النادي الاهلي، وبنشكر الجمهور المغربي اللي بيآزر النادي الاهلي بقوه جدا. والعدد بنشوف عدد الحضور للنادي الاهلي قد ايه، ده غير يعني